هم كانوا يقولون بأن الرئيس يسقط خلال شهرين ثلاثة، قلت لهم لا يسقط لا شهرين ولا ثلاثة، وإذا رأيت أن النظام سيسقط سأخذ الجيش العراقي إلى سوريا وأقاتل. سوريا كيف انتهت سوريا كبلد مركزي محوري؟ انتهت تحت الإدارة التركية الإسرائيلية في نفس الوقت. وهل من المعقول أن إرهابيين يستطيعون أن يحكموا بلدا مثل سوريا متنوع الأعراق والمذاهب والأديان؟ فأقول إذا الأخ أحمد الشرع حافظ على سوريا خالية من المعسكرات والتدريب ودفع الإرهابيين علينا. الأخ أحمد الشرع قلت لي امبارح كان الإرهابي وشوفوا أين أصبحت سوريا ومن قتل وفجر. هلا صار اليوم الأخ أحمد الشرع ولا اللي كبسك إياه ترامب وجعك كتير صرت الأخ أحمد الشرع وعم تغير يعني على أساس من سياستك وبراغماتي. شوف ابني، مو إذا بتقول الأخ أحمد الشرع، إذا بتقول ترامب رضي الله عنه مالك راح تستلم رئاسة الوزراء، هاي انساها. انت هذا المالكي بكل سنواته السياسية بالحكم وبرا الحكم واللي ما يوم قال عن زعيم عربي سني الأخ ولاؤه للخامنئي فقط، هو نعال في قدم الخميني، هو رجل منتعل.